طلاب كتيرة جدا واخدين فكرة عن الثانوية العامة إنها حرب وإنها نهاية العالم، وعشان يستعدوا للحرب دي لازم يسهروا الليل ويطبقوا ويهلكوا طاقتهم ونشاطهم، مع إن الحرب دي وهي أصلا مش حرب زي ما معتقدين بتحتاج للطاقة والنشاط اللي هم بيضيعوه أصلا في السهر. طلاب كتيرة جدا مفكرة إنها خلاص عشان ثانوية عامة يبقى لازم تنام 3-4 الفجر، وفي طلاب تانية مكبرة مخها خالص وبتنام 24 ساعة في 24 ساعة. طيب خليني أقولك إن النوم الكويس من أهم العوامل اللي بتزود تركيزك ومدى استيعابك للمعلومة. خليني أقولك إنك لما تنام متأخر فأنت كده بتحرم نفسك من عمليات مفيدة بيعملها جسمك. خليني أقولك إن طبيا النوم الكويس بيكون من 6-8 ساعات في اليوم، أقل من كده وأكتر من كده بيكون غلط وبيأثر على نشاطك وإنتاجك. طيب هيجي واحد ويقول لي هنام 8 ساعات بس من 4 أو 3 الفجر، هقول له برضه لأ، طبيا غلط. طبيا إن أفضل وقت للنوم بحيث إن جسمك يسترخي ويجدد الخلايا فيه هو من 9 بالليل ل5 الصبح، ده أفضل وقت للنوم. في الوقت ده تحديدا جسمك بيجدد الخلايا وبيظبط الهرمونات، وده كله من خلال عمليات بيولوجية مش بتتم إلا وانت نايم في الوقت ده تحديدا. يعني باختصار انت لو سهران في الوقت ده فبتحرم نفسك وجسمك من فوائد كتيرة جدا انت محتاجها بعيدا عن المنبهات اللي بتضرك اكتر ما بتفيدك. طيب هتقولي هنذاكر امتى؟ هقولك الساعتين ولا 3 ولا حتى 4 اللي كنت بتذاكرهم من بعد الساعة 10 بالليل، اصحى بدري الصبح 5 أو 6 الصبح وذاكرهم. هي نفس النسبة، بس انت اللي بتحب تصعبها على نفسك. وكمان الساعتين 3 اللي هتذاكرهم الصبح دول بدل ما هتذاكرهم بالليل هيكونوا أكثر كفاءة الصبح عن بالليل. طيب لو افترضنا إن يومك متشقلب الفترة دي ومتعود إنك تسهر من أول الترم، إزاي تقدر تسيستم نفسك على كده؟ أقولك كل اللي هتعمله إنك كل يوم هتقلل ساعة بدري في النوم وهتصحى الصبح بدري زيادة. يعني مثلا أنت كنت متعود مثلا تنام كل يوم الساعة 3 الفجر وتصحى الساعة 12 الظهر، هتنام بدل ما تنام 3 لأ، هتنام النهاردة الساعة 2 الفجر، وبدل ما كنت بتصحى الساعة 12 هتصحى الساعة 11، واليوم اللي بعده هتنام الساعة 1 وتصحى الساعة 10، وهكذا. هتفضل تقلل كل يوم ساعة لحد ما هتلاقي نفسك اتعودت والموضوع بقى سهل جدا بالنسبة لك. يعني الخلاصة إن النوم مهم جدا جدا، وإن أفضل ساعات النوم بتكون من 9 ل5 الصبح، وإن عدد ساعات النوم المعقولة والمفيدة لجسمك بتكون من 6-8 ساعات يوميا، وإنك لما بتسهر بتضيع على نفسك عمليات بيولوجية مفيدة لجسمك. وصدقني لو قدرت فعلا إنك تظبط نومك هتلاقي حاجات كتيرة جدا اتظبطت معاك.